تكبر هتعرف. طب ما انا كبير على فكره، ما تفتكرش نفسك اللي انت اكبر مني يعني، انا عالي زيك يا ابني يعني. والله انت ما تعرف حاجه. كبير ايه يا ابني؟ انت لسه عيل صغير، والله ما تعرف حاجه في الدنيا دي فيها ايه. يا ابني انت فرق كام سنه ما بيني وما بينك اصلا؟ انت تعرف ايه زياده عني؟ ايه اللي انت تعرفه يعني؟ عايز تعرف عرفت ايه؟ تعال امسك دي. بتعمل بيها ايه دي؟ اللي هتعمل بيها ايه؟ تلبسها يعني. هتعمل بيها ايه؟ بس ايه الغريبه دي؟ شفت؟ والله روبلوكس شكلها لعبة حلوة بجد ولا ايه؟ اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل، وانا مفروض كمان كام ساعة بالظبط وهتم 22 سنة، والسن ده مفروض هو سن الطاقة والحيوية والخروجات ولكن انا ما عنديش ده خالص. ده انا حاليا العكس تماما، وكمان انا شخصيه ما بتحبش تلوم الظروف ونظريات المؤامره وان العيب مش فيا، العيب في الحياه اللي احنا عايشين فيها. فانا قلت اكيد العيب فيا انا يعني ما اغلب الناس ما شاء الله على السوشيال ميديا، ما الناس كلها مبسوطه وكله بيخرج والدنيا جميله. فانا قلت بس يا معلم العيب فيا انا، العيب مش في سن العشرينات. مالها العشرينات؟ ما كله مبسوط. ابتديت بقى ابص على روتين اليوم بتاعي وروتين حياتي، واكتشفت ان انا اخر فتره اغلب افكاري تحسها سوداويه، بفكر في حاجات سلبيه كتير، او بفكر في مسؤولياتي اللي هو ايه ده، انا بقيت شخص كبير شويه فعندي مسؤوليات، فبشوفها بطريقه معقده. الواحد كان زمان مسؤولياته ودراسه مثلا، دلوقتي الواحد بقى بيكبر كل حاجه. مسؤوليات اللي هي عنده دلوقتي اوريدي اللي هي ممكن تكون حاجه بسيطه، وبيفكر في المستقبل في المسؤوليات اللي هتجيله مثلا كمان 30 سنه لما يطلع على المعاش مثلا. فتحس الواحد بقى نادرا ما يفكر بايجابيه، ولو حصل وفكرت بايجابيه بقى وبقيت الشخص المتفائل، يجي لك بقى شخص جنبك كده يديك طاقه سلبيه بكل ما يملك. ولو انت شخص خلاص قلت انا هعتزل الناس، مش هقعد مع حد، مش عايز حد يديني طاقه سلبيه، تقعد على النت يا معلم، افتح السوشيال ميديا، طاقه سلبيه بدون سبب. حتى لو بتشوف خبر ايجابي ممكن يديك طاقه سلبيه برضه. حياتك مشاعرك كلها بقت في رولر كوستر، خلاص بقيت عارف انت اللي هو السوشيال ميديا بتلعب بينا عشان نقعد اكتر على النت. فاول قرارات اخدتها لما قلت مش عاجبني الحال ده، قلت انا هبعد عن السوشيال ميديا تماما، خلاص بقى هي اللي عامله لي الجو ده. وده حصل فعلا. قعدت ادور بقى ازاي ابعد عن السوشيال ميديا بقى واتفرج على الفيديوهات، وحملت برنامج اسمه اوبال. ده برنامج بيديله صلاحيه كده ان هو يشوف السكرين تايم بتاعك ومش عارف ايه، ويتحكم في الابلكيشنز. ده انا محمله من على الاب ستور، معرفش بقى في اندرويد هو بقى هيهكرك بقى ولا ايه مش عارف. بس وخليته يقفل السوشيال ميديا كلها 24 ساعه. وفي حاجه اسمها بريك بقى، يعني انا مثلا انا اكيد برضو مش هبعد عنها طول الوقت، فاكيد انا بنزل فيديوهات اصلا يعني ده شغلي يعني، فباخد بريك 5 دقايق يقوم قافل عليا. فخلاص كده انا قعدت 5 دقايق شفت فيها الدنيا بتاعه وقفلت. والله اكتر 5 دقايق موتره. حتى بعد كده مع الوقت يعني ابتديت ابعد شويه كتير وما باخدش حتى بريكات، هي 5 دقايق بس مره واحده. بعد كده بقى مع الوقت ابتديت ازود البريك بقى بريك 5 دقايق، طب ما نخليها 10 دقايق، يقوم قافل عليا فجاه. طب انا كنت بتكلم مع الناس يعني عيب. لكن الحلو في ده ايه بقى؟ ان انا المسيطر. حتى لو قعدت البريك كله، قعدت اديتها كلها بريكس، بس الفكره ان انا المتحكم. انا عارف ان انا قعدت الوقت ده، انا دلوقتي قاعد محتاج دوبامين زياده. هفتح الموبايل، هفتح طبيعي، هعمل ايه؟ بفتح الانستا بقى افتح الانستا، بص يا معلم الانستا هيبقى عامل ازاي؟ مضلم. فابتديت احس ان نفسيتي ابتدت تتحسن. ولكن يعني بقيت الشخص المتفائل صاحب البيزنس اللي بيصحى من النوم الفجر في عز البرد عشان يروح يتمرن في الجيم وبعد كده يروح الشركه. لا طبعا يعني ولا حتى بقيت احمد ابو زيد يعني. بس حسيت بفرق زي ما قلت لك ان انا متحكم في الوقت. قعدت احاول بقى استبدل بقى الوقت ده بقى من غير سوشيال ميديا. والله افتح العب شطرنج، اتفرج على مسلسلات. بصراحه انا قعدت ابحث على مسلسلات، يعني ما كنتش لاقي مسلسلات حلوه تلاقي مودي، لان انا مش قادر حتى اتفرج على افلام، فاهم؟ وصلت المرحله اللي انا لا قادر اتفرج على مسلسلات ولا افلام. فانا هقعد اسرش على مسلسل ممكن يكون خفيف جدا لدرجه ان انا ايه يعني ابقى مش محتاج اركز قوي. فلقيت الحمد لله ما كنتش بقدر اتفرج على الافلام غير لو رحت السينما.
فانا قعدت بقى قلت ايه بقى، خلاص يبقى انا عشان افك بقى من الجو اللي انا فيه ده اخرج بقى وبتاع. تاني بقى رحت وسط البلد بقى، قعدت اخرج بقى مع اصحابي وكده، واكتشفت ان انا بفرهد اكتر وبتضايق اكتر، بتعصب اكتر، بتعصب من اقل حاجه بدون اي سبب، ودي مش عادتي انا في العادي يعني، مش بتعصب قوي كده. فبس الحمد لله دلوقتي يعني يعتبر بطلت عصبيه يعني. انت ما عملتش سبسكرايب لحد دلوقتي بجد؟ انت بجد ما عملتش سبسكرايب؟ المهم انا ادور بقى واسرش على اعراضي دي، واكتشف ان انا عندي بيرن اوت، انا وهو الاحتراق النفسي. ودي هحكي لكم اكتر ليه جالي بيرن اوت، ولكن اكتشفت كمان ان انا مش جالي بيرن اوت بس او احتراق نفسي بس، ده انا جاي لي ازمه ربع العمر. هي ازمه ربع العمر ايه؟ لا يا باشا، ده احنا اغلب الناس اللي في سننا ما بين ال20 وال30 سنه جالهم ازمه ربع العمر. ممكن تكون عندك وانت مش عارف اصلا، لان اقول لك يا باشا، ما هم عملوا دراسه على حوالي 6000 واحد كده سنهم ما بين ال25 33 سنه، لقوا ان 75% منهم عنده ازمه ربع العمر. واعتقد كده كده لو عملوا دراسه في مصر هتلاقي السن اصغر بكتير من 25 سنه واكبر بكتير من 33 سنه، ان احنا اصلا حياتنا بتبتدي في الثلاثينات مثلا في مصر. المهم ايه السبب ازمه ربع العمر دي؟ اول حاجه 61% منهم قالوا ان هم عندهم قلق كبير جدا بسبب ان هم خايفين ما يلاقوش شغلانه هم عندهم شغف ليها. يعني هم بيشتغلوا مثلا شغلانه مش حاسين ان هم ليهم شغف، وفي ناس ما بتشتغلش فحاسين ان هم ممكن ما يلاقوش شغف، ده اكبر قلق نسبب لهم. والسبب الثاني 48% منهم قالوا ان هم بيجي لهم قلق بسبب نجاحات صحابهم، بسبب ان هم بيقارنوا نفسهم بيهم. واعتقد والله اعلم يعني ان احنا مش بنقارن نفسنا بس بصحابنا او دايره معارفنا. دلوقتي احنا السوشيال ميديا بتخليك تقارن نفسك باي حد تشوف في الدنيا، حرفيا بتشوفه ايه ده، والله لا ده شكله الواد ده عايش حياته. ممكن اصلا انت نفسك يكون في حد شايفك حاجه حلوه وبيطمح ان هو يبقى انت، فاهم؟ وارد انت على السوشيال ميديا تلاقي حد اصغر منك عامل نجاحات اكبر منك بكتير، فده يزود توترك. ولكن وانا قاعد كده بفكر في موضوع سن العشرينات ده، حاسس ان انا كده اكتشفت اكتشاف. بس لو تفكر كده تحس ان الواحد تقريبا مش مشكلته مع سن العشرينات، انا حاسس ان مشكلتي مع الحياه، مع الدنيا عامه. بمعنى ان الحياه مش ورديه، ودي حاجه قشطه كنا عارفينها من زمان بنقولها، بس لما بقى بتبتدي بقى فعلا تشوف الدنيا بزاويه تبين لك فعلا ان الدنيا مش ورديه، تحس بقى لا يا جدعان انا مش عايز اشارك معاك. وخصوصا ان انا بحس برضو ان انا في حاجات كتير البشر مشتركين فيها، سواء اهتمامات معينه او حاجه، وانا مش مهتم بده. انا مش مهتم الناس هتشوفني ازاي، ودي حاجه وحشه يعني. دي دايما وانا مقتنع بيها من وانا صغير، الناس مش فارقين معايا. ولكن تكتشف لا، ان انت حاجه زي كده كل الناس والبشر اتفقوا عليها، انك هنحكم على الشخص من لبسه، من هدومه، من عربيته، من شكله. دي حاجه كل البشر متفقين عليها. هل دي حاجه صح؟ حاجه غلط؟ معرفش، لان انا ممكن انا كمان نفسي بتفق، او لما بشوف شخص مثلا شكله مختلف او شكله بطريقه معينه، انا غصب عني اكيد بحكم على حاجه في مخي. فالفكره انك انت بتبقى عندك مبادئ ومتجزأه ممكن كمان. يعني بص، الجمله اللي انا بقولها دي مالهاش دعوه باللي انا بقوله، بس يعني الشيء وعكسه. حته بقى المبادئ اللي متجزأه دي برضو موجوده، يعني حتى امير عيد قالها. فانا اللي انا اكتشفته ان مش مشكلتنا مع العشرينات على قد ما مشكلتنا ان العشرينات دي ورتنا حاجات هتفضل تستمر معانا بقيه حياتنا بنسبه كبيره. يعني في نفس الوقت تشوف كده الحياه بشكل جد جدا وبطريقه زي ما قلت لك كده، الحياه مش ورديه. في نفس الوقت المفروض ما تاخدش حاجه جد برضو، يعني الحياه برضو لو جيت ركزت فيها، ما الحياه تافهه يا جدعان، بجد الحياه تافهه. انت عمال تخطط وتخطط لبكره ومش عارف للسنه الجايه وبتاع، وانت اصلا مثلا انت هتموت بعد بكره اصلا. فاللي هو يعني ايه العبط ده؟ فاللي هو هي موازنه برضو، انت لازم تتبسط النهارده وفي نفس الوقت تخطط لبكره علشان لو عشته. يعني زي ما بقول لك، الواحد عنده الشيء وعكسه، ان الحياه جد جدا وفي نفس الوقت الحياه تافهه. فانا عايش بالمعتقدين ده دلوقتي، فدي حاجه خليك دايما تفكر وتسرح شويه وبتاع، والواحد برضو يعمل لاخرته، يعني لازم برضو، دي حاجه مهمه طبعا يعني. فانا اللي انا عايز اعمله الفتره الجايه، عايز افكر ايجابي، لان كده كده لو انا فكرت في مشاعر سلبيه او فكرت في حاجه سلبيه مش اي حاجه هتتغير. يعني انت لو فكرت في حاجه سلبيه ان هو الدنيا دي بنت لذينه، وان احنا عايشين في كبت، واللي احنا عايشين فيه دي عيشه مش بني ادمين مش صالحه، خلاص فكر كده عادي. هل حاجه اتغيرت؟ 100% لا، بالعكس ده انت غيرت مشاعرك، خليتها كلها تبقى سلبيه، فافعالك كمان ممكن كمان هي تبقى سلبيه، فاهم؟ فالواحد لازم برضو يقنع نفسه ان المشاعر السلبيه دي مش حقيقيه، ان انا افكر بافكار سلبيه. اللي انا بحاول اقنع بيه نفسي، مش عايز افكر افكار سلبيه. اخر فتره بقول لك كلها افكار سلبيه. في نفس الوقت بقى تحس سن العشرينات ده اللي هو انت المفروض تشتغل وتحقق حلمك وتعيش حياتك، في نفس الوقت تحس ان انت مش عايز غير انك محتاج اريح لي حبتين،
الفكره بقى ان احنا في الفتره دي بنتغير كتير جدا، فاحمد ربنا انك انت مش مشهور من وانت طفل. مش عارف انت ممكن تكون مش مشهور برضه دلوقتي عادي، والشهره دي مش حاجه حلوه برضه يعني، لما بتكبر تكتشف انها دي يعني حاجه ليها رغبه بس هي ليها مساوئها وليها حلاوتها. المهم مثلا لو انت طفل واتشهرت من وانت صغير، دي مشكله كبيره جدا، لانك انت بيبقى ليك كذا شخصيه على مدار حياتك، فانت حياتك دي متسجله قدام الناس في التلفزيون ان انت عملت الحركه الوحشه دي كذا او الحركه الحلوه دي كذا، فشوف انت بقيت عامل ازاي دلوقتي. بمعنى مثلا يعني مثال الراجل الفنان انا بحبه احمد الفيشاوي، انا بحبه جدا كفنان، وهتلاقيني عامل الفيديو عن الشيخ جاكسون ممكن اتفرج عليه. المهم احمد الفيشاوي ده اصلا شخصيه ابن فاروق الفيشاوي الممثل الكبير، وابن سميه الالفي الفنانه برضو الكبيره. المهم احمد الفيشاوي ده عمل برنامج اسمه يلا شباب، وده برنامج ديني، فالناس حطيته في فكره ان الشخص ده شيخ وهو لسه بيكتشف الدنيا عادي. هو فعلا كان مصدق في الحاجه اللي بيعملها دي، وهي كان صادق جدا في كلامه، وبيحب برضه اهله، بتلاقيه بيمثل وهتلاقيه بيراب في نفس الفتره اللي هو فيها كان بيقدم فيها البرنامج ده، والناس كانت شايفاه داعيه. ما اعرفش الموضوع ده اثر عليه في ايه، ان الناس ابتدت تشوف داعيه هزار حط عليه ضغوطات ولا ايه، ولكن هو جه قال بقى وفسر لما كبر دلوقتي وبقت حياته بقت مختلفه عن القناعات اللي هو كان فيها وهو صغير. قال ان هو اصلا كان بيعمل برنامج عادي، والبرنامج ده اتباع لقناه دينيه، فالناس اللي بتابع القناه الدينيه دي الناس المدينين حطوه في قالب ان هو داعيه. ولكن انت فعلا هتلاقي فرق كبير ما بين شخصيه احمد الفيشاوي اللي هو صغير وهو حته الشيوخ دي، واحمد الفيشاوي دلوقتي، ودي مشكله ان ده متسجل، فالناس دلوقتي بقى بتقارن ما بينه، يعني بيقارن ما بين طفل احمد الفيشاوي واحمد الفيشاوي دلوقتي، فاهم؟ فتخيل بقى هو اصلا كل بني ادم في كام مرحله كده بيتغير فيهم تغير جذري، وكل شويه يتغير، كل شويه شخصيه جديده، كل شويه شخصيه جديده. تخيل كل حياتك دي الناس كانت بتشوفها بقى، فهنا بيحكموا عليك اللي هو بص كان عامل ازاي، بعد كده بقى عامل ازاي، بعد كده بقى اراء. فتحس انك الشهره وانت صغير دي برضو بتدمر البني ادم، لان انت غلطتك فاكرينها مهما عملت وانت اصلا عيل صغير. وفي الكلام ده حصل برضه، هتلاقيه برضه مع احمد مالك، كان عمل برضه موقعه كبيره جدا مشهوره وهو صغير، ولحد دلوقتي برضه الناس هتلاقيها فاكرينها له. واي حد اتشهر وهو صغير تلاقيه برضه عنده ايه هذه المعاناه، ان احنا شخصيتنا بتتغير كتير جدا. فسواء انت دلوقتي في الحال السيء او الحال الحلو او الفشل الذريع او النجاح، كل ده مش ثابت، وكل ده ممكن يتغير في اي وقت عادي جدا. يعني لو انت حياتك فاشله دلوقتي، انت ممكن يجيلك صحوه كده اللي هو انا مش راضي عن اللي انا فيه ده دلوقتي وانا ناوي اتغير، زي ما حصل هتلاقيه مع كوينتين تارانتينو. كان عنده 25 سنه، بيقولوا ان دي ازمه ربع العمر، يعني الناس كاتبه عنه كده. كوينتين تارانتينو ده مخرج امريكي، كان بيشتغل بيبيع شرايط افلام. فجاه هو عنده 25 سنه قال انا مش هسكت على الكلام ده وانا عايز اغير حياتي. بالفعل بيروح يصور فيلم قصير اسمه ريزرفوير دوجز، والدنيا بتمشي معاه ويبقى اكبر مخرجين العالم. انما هو صهيوني ابن هعمل له ايه طيب؟ وغير كوينتين تارانتينو يا عم ده امريكي، عندنا محمد دياب يا باشا، الراجل اللي اخرج فيلم مون نايت. محمد دياب كان بيشتغل في بنك، وكان كاتب سيناريو فيلم اسمه الجزيره، وكان بيجي له عملاء ورا من احدى العملاء اللي عنده الفيلم بتاعه الجزيره ده. استخدمت البنك ان انا اتعرفت على ستارز نجوم، كان احمد الفيشاوي كمثال، معز مسعود، دول ناس امنوا بافكاري. وفعلا محمد دياب بياخد الريسك ويقوم سايب البنك باللي فيه. استقلت على طول، حركه كانت جريئه، وابويا وامي طبعا قالوا انت مجنون. يبيع السيناريو بتاع فيلم الجزيره ويبقى سيناريست كبير جدا، وبعد كده يبقى مخرج. كل ده بسبب ان هو خد ريسك اللي هو خلاص يا عم انا مش مكمل في البنك، يا عم شوفوا انتوا بقى هتعملوا ايه. كان في مخاطره ان انا اغير الكارير بتاعي، بالذات ان انا كان واحد في سني بيشتغل في بنك وخاطب وحياته مستقره 26 سنه في عصرنا ده، كانت حاجه. لكن انت دلوقتي كشاب عشريناتي لا تعرف ما في المستقبل ولا قادر انك انت تاخد الريسك. ازاي الناس بتفكر في الريسك وانت كمان ازاي بتفكر في الريسك؟ ان الكليه مش شرط تشتغل الحاجه اللي انت طلعت منها من الكليه يعني. فبتيجي بقى ايه حته الريسكات بقى، وانك انت كده بتخاطر يا باشا بحياتك، وبتخاطر انك انت هتشتغل فريلانسر. يعني انت مش موظف، يعني انت مالكش معاش، يعني انت لو اتجوزت ومت مراتك ملهاش معاش. شوف بنفكر لفين، شوف مخنا راح لفين. مخنا راح ان انا بقيت متجوز ومت ومراتي مش لاقيه اكل، ده انا واحد لسه متخرج فاهم، بفكر لك في المعاش. فالتفكير بيسرح في الحته اللي هو طب يا عم خلاص انا اشتغلت موظف تعيس جدا وحياتي سيئه جدا وهفضل عايش كده علشان المعاش. طب ليه؟ ما هي فكره برضو الواحد برضو لو جيت تبص في العالم الحر والفريلانسر بقى وعالم فريلانسر، فكره انك انت مش انك انت مدير نفسك دي برضو حاجه لازم تنمي بقى سكيل الديسبلين جو بقى والتايم تيبل بقى، وانك انت ازاي تنظم وقتك وكده. انك انت لو فريلانسر لوحدك وانت شخصيتك لا مؤاخذه بتحب تريح حبتين كتير فانت رضعت. حاجه ثانيه اكتشفتها ان الواحد لما بيجيله بقى ازمه ربع العمر دي او البيرن اوت، الصراحه انا ما اعرفش اللي انا فيه ده ازمه ربع العمر فعلا ولا لا، بس اللي انا متاكد منه ان انا كنت بيرن اوت او احتراق نفسي يعني. ولكن دلوقتي اعتقد لما صورت السكتش اللي في اول الفيديو ده
كنت عامله ليا اكتر تقريبا من ان انا عامله الناس تتفرج عليه او الناس تعجبهم. قصدي حاجه يعني، ولكن كل احترام والله، بس قصدي ان انا عامله ليا، فاهم؟ اتبسطت وانا بظبط البطاقات، اتبسطت وانا بوجه اخويا، واتبسطت وانا بكتب السكتش، اتبسطت. اكتر حاجه وصلتني اصلا ان انا بعبر عن نفسي، دي اكتر حاجه كان نفسي فيها. هو السكتش ده عباره عن تراك او بار للجوكر كان بيقول فيه جرب تكوني ساعه تنفجر جمجمتك، فهي جت من هنا بقى. فالفكره برضو ان انا ممكن تقلب معاك باكتئاب، او البيرن اوت ده اصلا هو شبيه الاكتئاب، بس الفكره البيرن اوت ان انت نفسك تعمل حاجه بس مش قادر. الاكتئاب ان انت مش شايف رساله او معنى انك تعمل حاجه، فاهم؟ قلت لك الدنيا عبثيه، غريبة الدنيا بجد. فكرة ان احنا اصلا كمان في تغيرات بيولوجية بتحصل في الجسم برضو، وتغيرات في الدنيا بتتخرج سواء من الجامعة او حتى الكلية، زي ما حكينا في الموضوع ده اللي هو داخل الكلية فانت هتعيش طول حياتك في الكلية مش عارف ايه. فانت دلوقتي مثلا يكون عندك دلوقتي ازمة ربع العمر دي، او ازمة في الدنيا عامة في سن العشرينات، او ازمة مع التخرج، افضل حاجة تعملها هي انك تسعى وخلاص بقى، وتغير طريقة تفكيرك. اللي هو انا بقى مش يا عم الدنيا سلبية، خلاص يا عم الدنيا سلبية خلاص، عايز تاخدها سلبية سلبية، ما انا اقول لك ايه، ما انت الله اعلم التعامل مع العشرينات ده يعمل ايه يعني. انا شايف اكتر حاجه الواحد يغير تفكيره. فانا حاسس ان احنا تايهين، وافكاري كمان تايهه. هتلاقي الفيديو ده ممكن كلام بقوله فجاه، كلام بيتقال الاول، لكن نحتاج نعبر عن نفسنا ونعبر عن اللي جوانا. مش عارف ناوي على ايه، بس ناوي ان انا اتطور. والله انا عايز اقول الايام دي ان انا حاسس ان الفلوس هي دي اكتر حاجه الناس اتفقت عليها، لان هي دي الباور، او هي يعني يعتبر هي دي الحاجه اللي بتمشي العربيه، هي دي البنزين اللي بيمشي العربيه. ولكن حاسس ان دي مش اهم حاجه في الدنيا، يعني هي اهم حاجه ولكن هي مش كل حاجه. يعني زي ما قلت كده، هي البنزين، والبنزين مهم جدا عشان العربيه تتحرك، بس العربيه فيها حاجات تانية كتير. يعني الموتور برضه مهم، لازم تنضفه كده اول باول. يعني زي ما انا احترقت نفسيا، فلازم اجي ايه اظبط موتوري، اخد اجازه اريح. وده انا ما عملتوش قوي يعني، ما ريحتش قوي يعني، رجعت تاني اصور، بس قلت اصور حاجه بحبها. فالفيديو ده انا بحبه، مش عايز حد يجادج على الفيديو ده او يحس ان الفيديو ده مش حلو او كده. انا عامله عشان اتكلم معاك، وعشان مش عايز حد بقى يحكم على الفيديو ده. انا عامل الفيديو ده عشان افضفض معاك واتكلم اكتر عن الحياه اللي احنا فيها دي دلوقتي، ومواجهه عالم ما بعد التخرج. اتمنى في الفترات القادمه ارجع شغفي، وارجع حريتي، وارجع بقى بطاقتي ولينا وليكم يعني. والفيديو ده انا عامله عشان كده، عشان نحاول نرجع طاقتنا، نتشارك، وهشوف لكم حلول. ولو اني بحس الواحد لما يقدم حلول في فيديوهات ما اعرفش الناس تاخدها بجد فعلا ولا لا، ولكن اكيد له حلول. يعني الواحد هيسرش ونشوف الحلول. لكن اللي انا جربته معايا لما صورت السكتش في الاول، حاسس ان انا بعمل حاجه انا بحبها، فيلا. لان هتقول لي طب استنى، طب ما انت الفيديوهات اللي بتعملها دي ما انت بتحبها. اقول لك اه، بس انا في التزام، لو لازم تنزل فيديو كل اسبوع، فانا ممكن اعمل فيديو مش عامله حبا، انا عامله عشان لازم انزل فيديو، فاهم؟ وحبا كده كده يعني الفيديو، يعني انا ممكن، طب ما انا كنت بعمل حاجه ثانيه غصب عني. انا رغاي قوي الفيديو ده. ايوه يعني ايه ما يعملوش لايك وسبسكرايب يعني يا جدعان؟ انا بطلت اتعصب يا جدعان. الله سلام بقى عشان الاضاءه الشمس مشيت. انا نفسي الف ذا مومنت، نفسي اعيش في اللحظه. فان شاء الله الواحد يحاول يشتغل الايام الجايه على انه يعيش اللحظه، يفكر بايجابيه، ويبعد عن الاحباطات، لان الاحباط اكبر بكتير جدا، والسلبيه كل حته. ودي اسهل حاجه بالمناسبه انك تحبط يعني، فاهم؟ عايز تبقى سهل براحتك. وكلامي والله مش ليك وانا بحفزك وبتاع، انا بحفز نفسي او بفكر نفسي. فالفيديو ده كله اصلا عامله لنفسي. فلو الفيديو ده عجبك بجد انا مبسوط انه عجبك. اللي خلاني ادرك حاجه زي كده امير عيد 1000 مره، ان انا بعمل اغاني بتعبر عني، وبالصدفه افكاري دي بتعبر عن الناس، فالناس بتعجبهم. فانا اتمنى تكون افكاري كمان بتتشابه معاكم، واتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو ده. بس بجد احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا، يعني حاول ما تصعباش على الناس بقى، فاهم؟ خليك شخص انت كويس بقى، الناس تفرح اما تشوف. ربنا معاكم بقى. سلام يا صاحبي. قلت روبلوكس، لا ماليش دعوه. هقولها طبعا. لا. يلا انجز. روبلوكس على فكره مش الاطفال. ما اقول ايه؟ ماينكرافت.